التمرينه دي نار، التمرينه دي نار. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ودايما متجمعين في فيديو جديد. وده اول فيديو طويل ليا على القناه. هحاول على قد ما اقدر ان انا اقدم تمارين وحاجات تخليك تطور من شكل جسمك وحياتك للافضل. فده اول فيديو، فانزل دلوقتي اتاكد انك عامل لايك للفيديو ده ومشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان في فيديوهات جامده قوي هتنزل لك الفتره الجايه كل حد واربع الساعه 7 ان شاء الله في فيديو جديد بجانب فيديوهات الشورتس اللي انا بنزلها لك كل يوم ويوم او كل يومين. فخليك متابع معايا. ودلوقتي هنلعب تمرينه الشيست، وقبل اي تمرين زي ما احنا متعودين هنعمل استرتشات حركه اللي هو هنسخن، وبعد التمرين استرتشات ثبات. فيلا بينا نسخن عشان ما نتصابش. وبكده يبقى احنا سخنا. صحيح الناس اللي هي بتسخن بوزن جسمها، يعني بتلعب ضغط بتلعب عقله، الموضوع ده غلط تماما. انت مفاصلك مش بتبقى متهيئه للضغط ده، فانت المفروض زي نظام تطلع تدريجي. انت مش تطلع تدريجي، انت بتخش كده على طول، فانت ممكن تتصاب، فما تعملش كده. وهنلعب للشيست 4 اشكال، مش كتير ولا قليل. تعالى دلوقتي هنبدا. اول شكل هو شيست عالي، يلا بينا. في التمرين ده هنحافظ على قد ما نقدر ان احنا كوعنا ما يبقاش مفتوح كده. هنحاول نخليه 45، تطلع وتنزل وانت نازل. الدمبل كده كده اصلا الجاذبيه بتشده، فانت تتحكم فيه عشان العده السلبيه بتزود الحمل على العضله. انا كتفي واجعني. هنلعب الشكل ده 3 مجاميع، المجموعه من 8 ل 12 عده. انا مش عارف انا بنهج ليه، مع ان اصلا مش بلعب بالوزن بتاعي. بحاول على قد ما اقدر ان انا بلعب بوزن صغير عشان ما اتعبش في التمرين واعرف اصور يعني وكده. وده تاني شكل معانا، هنلعب على السميث سفلي عشان نستهدف الشيست من تحت. يلا بينا. هنحاول ان احنا نخلي البار ينزل على الشيست من تحت، اللي هو عشان الناس اللي مش بتعرف تظبط نفسها يبقوا عارفين يعني. انا بنزل براحتي، انا اللي متحكم في الوزن مش هو اللي متحكم فيا. التمرينه دي نار. هنلعب التمرين ده 3 مجاميع، مجموعه من 8 ل 12 عده. حوار المجموعه والشكل، في ناس بتقول على المجموعه 3 ادوار، بس انا مش بتجنب ده، بقول للتمرينه اللي هي شكل 3 مجاميع. انا مش عارف انتوا بتقولوها ايه عندكم، لان ديت بتختلف من مكان لمكان، بس احنا عندنا بنقول على المجموعه شكل، يعني المجموعه 3 ادوار. دي الدبانه دي. ودلوقتي الدور رقم 2 او المجموعه الثانيه زي ما احنا بنقول. ويلا بينا دلوقتي نكمل تمرين رقم 3، فليتس جو. دلوقتي معانا الشكل رقم 3، يلا بينا. اهم حاجه في التمرين ده وانت رايح، الجهاز في العده السلبيه كده كده بيسحبك، فانت على قد ما تقدر تحاول ان انت تتحكم فيه. نلعب الشكل ده 3 مجاميع من 8 ل 12 عدة. ودلوقتي الشكل رقم 4 معانا، اخر تمرينه واخر شكل معانا، هنلعب فراشه. التمرين ده
كل اللي بيلعبوه غلط ويعملوا كده. انت طالما انت عملت الحركه دي فتحت كوعك كده، اعرف ان الوزن صعب عليك، فانت العب بوزن مناسب وتحاول على قد ما تقدر ان انت ما تفتحش كوعك كده. انت هتقوم عامل كده. هنلعب 8 عدات ل 12 عده في المجموعه. بالشكل ده هنلعب 3 مجاميع، المجموعه من 8 ل 12 عده وبس كده. دي كانت تمرينة الشيست معانا، يا رب تكون عجبتكم. انزل قول لي رايك في الكومنتات وقول لي عايز نعمل ايه الفيديو الجاي، عشان في تمارين ونصايح مهمه قوي هقولها لك الفتره الجايه. فانزل دلوقتي اتاكد انك عامل لايك للفيديو ده ومشترك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد على قناتكم تاج فيتنس المفضله. كده سلام.